كل العربيات الجاكوار، المرسيدس، البي ام دبليو كلها بتتصنع في مصنع واحد بس، ده الوحيد في العالم، هو اللي شايفينه مكتوب ده، ارك فوكس. النهارده هنروح اكبر مصنع في الصين لصناعه السيارات، مصنع حابب الفتره اللي جايه ان هو يتوغل في السوق بتاع الشرق الاوسط. هنروح مع بعض، هنجرب السيارات اللي موجوده هنا. عاملين سيارات لاكجري فشخ، بلس ان هي باسعار مش لاكجري خالص. فتابعوا معانا الفيديو ده للاخر، اعملوا شير، اعملوا لايك، اعملوا اشتراك في القناه، عشان هنصور مصانع كتير قوي الفتره اللي جايه دي، فعشان الكل يستفاد نشير الفيديو برضو. بحبكم، ويلا بينا نخش بقى المصنع. لسه هيبقى فيه تيست درايف، وهتبقى يعني هيبقى فيديو لذيذ ان شاء الله. ده المصنع بتاع ارك فوكس وماجنا الكنديه، والمصنع ده بيطلع انتاجيه سنويه 180,000 عربيه. ده واحد من اذكى واحدث مصانع العربيات الكهرباء في العالم. وقدام شويه في الفيديو هفهمكم ليه الحلو ان شركه ماجنا الكنديه دي تتعامل مع ارك فوكس الصينيه. بلس ان المكان هنا مش مجرد خطوط انتاج، دي ورشه مستقبليه بتطلع عربيات فعليا ممكن تغير شكل السوق كله في الشرق الاوسط. المصنع ده متقسم بشكل ذكي جدا، خط لتجهيز الهيكل، خط للحام وده كله روبوتات، خط للدهان وده طبعا بانظمه مغلقه عشان تمنع التلوث، وخط التركيب النهائي. وبعد كده العربيه بتخش في حوالي 2000 اختبار قبل ما تطلع للنور. يعني بمعنى اصح التحكم في الجوده مش في الاخر، يعني في كل مرحله بيتم الفحص من خلال الماكينات وبرده من خلال الناس اللي واقفه. يعني في كاميرات وسنسورات موجوده في كل مكان عشان ترصد اي خطا لو تم في الحجم او في اللحام او حتى اي نقطه في الدهان. زي ما انتم شايفين الروبوتس هنا، وفي روبوت هنا برده، كل واحد في حاله، فعليا كل واحد في حاله. وطبعا مصنع كبير زي ده هو شغال باندستري 4.0، وده معناه ان كل روبوت مربوط بقاعده بيانات مركزيه في ذكاء صناعي بيحلل الاداء وبيراقب كل قطعه. يعني لو حصل اي خلل السيستم بيعرف على طول وبيصحح الحاجه قبل ما تكمل. يعني حتى اداره المخزون والتوصيل الداخلي، انا شفت الروبوتات بتنقل المكونات من نقطه للتانيه لوحدها بدون اي تدخل بشري. زي ما انتم شايفين كل العربيات الارك فوكس بتتجمع هنا، طبعا الدهان والدواخل بتاعت العربيه كامله، وفي نفس الوقت الفينش الاخير. يعني الحلو بقى ان ارك فوكس مش بتسلم العربيات غير لما بتعدي على اختبارات صعبه جدا، منها طبعا رش الميه بضغط عالي عشان اختبار العزل، اختبارات حراره وضغط عشان تبقى بيئه مشابهه للخليج، اختبار غبار وده العربيه بتتحط في غرفه كلها رمله وجو شبه الصحراء، واخيرا اختبار تصادم وده عشان يقيس كل نقطه ضعف في الهيكل. ودلوقتي قبل ما نخش على التست درايف انا هسيبكم شويه في المصنع من غير فويس اوفر عشان ما تصدعوش، تابعوا المصنع كانكم بتتفرجوا معايا في الصين، ونكمل بعد كده التست درايف.等等了，这不是低配的是吗？高配，很屌。啊？我是自媒体这一块对关的。Yeah, TikTok, 1 million 真的假的？你的 TikTok 叫什么？我关注你。Instagram 叫什么？شفنا المصنع، دلوقتي هنروح نعمل تيست درايف، يلا بينا. الاختبار بتاع المطبات، تمام، بتاع المرتفعات. شوف الاستابيليتي بتاعت العربية. دلوقتي يا جماعه احنا هنجرب نسرع بالسياره لحد 80، تمام؟
面那条比较，颠簸更厉害的那个。تعالوا بقى اما ناخد اختبار مناورات. اوكي كول. يلا نروح على الفيس. العربية سلسة جدا زي ما شايفين، لذيذة. دلوقتي يا جماعة هنجرب الاختبار بتاع المطبات، تمام؟ بتاع المرتفعات. I dare not to do this with my car because it's very low. يا جماعة أنا كنت سايق عربية تانية فعليا كان زمانها الأرض ذات نفسها من تحت اتفتحت.慢一点，慢一点 ，slow slow slow slow。لا اختبار لذيذ. العربية دي بتمشي البطارية بتاعتها 700 كيلو متر. أسعار بقى رهيبة. لذيذة لذيذة. الطريق عامل ازاي؟ دلوقتي هنجرب نمشي على المطوب ده نشوف الاستابيليتي بتاعت العربية.我这车上呢，车上跟着客管或者车上。小一，跳一下反正吧。这就到左。之前不是说你控股5%吗？不是那个。
ايه؟ تايب سي. ثلاجة. غسالة، في غسالة؟ مفيش غسالة؟ ده اللي ناقص والله. والله ده اللي ناقص. اوكي. هنسوق دلوقتي على 80. دلوقتي يا جماعة الخطوة اللي جاية تبقى الحرف بتاع الاس، تمام؟ نشوف الاستابيليتي بتاع العربية. نحاول ناخدها على 40 أو 50. اوكي. يلا. بسم لذيذة. حاجة هي لذيذة. موضوع الاستابيليتي بتاعها كويس. تاخد منحنيات بسرعة سريعة وما بتحسش او انا زي كان نفسي. انت حاسس حاسس؟ تحسش بان العربية يعني اوت اوف كنترول، يعني ما بتطلعش عن السيطرة يعني. Amelo, follow, share, like. I fuck with you.